بصوا فاكرين الفيديو اللي فات بتاع اللحمه بالبصل؟ عملنا جنبيها رز بسمتي بالخضار، حبينا نعمله لكم في فيديو لوحده عشان يبقى ايه كل الوصفه كده مع نفسها، عشان ايه ما تتوهوش او ما تتلخبطوش في الفيديو. انا عندي هنا خضار مشكل اللي هو بنستخدمه في شوربه الخضار عادي، هنزل بيه على حبه سمنه بلدي واشوح كده. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه ان تيتا سوسو عايزه تضربني دلوقتي، لان هي ما بتحبش الخضار المجمد ده خالص. يعني بالنسبه لها الستات اللي بيستخدموا الخضار المشكل المجمد ده فشله. بس معلش بقى ماما، اللي لقيناه دلوقتي هي تحب دايما كل حاجه فريش وكل حاجه معموله في البيت، ما بتقتنعش بالكلام ده ولا بالملوخيه المجمده ولا في اي كلام ده خالص. وتبقى نضيفه بتعمليها في البيت يا حبيبتي، تبقى نضيفه وحلوه انت عاملاها بايديكي. هنشوح الخضار ده كله مع بعضه كده، وهنزل عندي هنا توابل بسيطه قوي، حبه كركم ومرق واللي هي مرقه ماجي دي بتاعه الفراخ، وملح وفلفل اسمر، وعارفين اللومي اللي هو الليمونه اللي بتبقى كده ده، انا عندي منه بس مطحون، حطيت منه شويه برده. وهننزل على الخضار بتاعنا، قلبهم شويه، سيبهم ياخدوا ويدوا مع بعضهم كده. نسينا نحط الفلفل الاسمر، هنزود. دي بقى تركاه من عندي انا يا جماعه، الخطوه اللي جايه دي عايزه تعمليها اعمليها، مش عايزه ما تعمليهاش. هتضيفي يا ست الكل حبه صويا صوص على الخضار ده، حبه صغيره عشان الرز ما يغمقش معاكي. وبعدين عندي الرز البسمتي مغسول، ما انا ما بننقعوش، غسلناه بس وصفيناه كويس. وهننزل هنقلب بقى تقليبه محترمه عشان كل اللي تحت يجي فوق وكل اللي فوق يجي تحت كده اهو. وبعدين هتضيفي معيار الرز بتاعك عادي جدا، الرز البسمتي اللي انت بتعمليه ضيفي معيارك ليه ولحد ما يستوي، وهوريهولكوا بعد ما استوى. بصوا يا جماعه، ده الرز اهو بعد ما استوى. بصوا الجمال، بصوا الجمال والحلاوه، بجد بجد اخف حاجه ممكن تاكلوها مع اللحمه اللي احنا عملناها في الفيديو اللي قبل ده على طول اهو. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات.